مرحبا بكم اخواني اخواتي معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو بقلاوه اقتصاديه. غادي نحتاجو ليها غير نصف كيلو من الكاوكاو او الفول السوداني. كتجيب كميه كثيره والمذاق ديالها رائع، كتجي معلكه ومعسله زوينه. غادي نحتاج نصف كيلو من الفول السوداني اللي دهنته بقليل من زيت الزيتون ودرتو في الفران حتى تحمر، ومن بعد غادي نطحنو بهذه الطريقه. يعني ما غاديش نطحنو حتى يكون بودر، غادي نخلي باقي فيه قطع تكون صحيحه شويه. من بعد غادي نضيف ليه، نحصلوا على هذه النتيجه بغيناها بحال هكا. من بعد غادي نضيفوا ليه القليل من المسكه الحاره، القليل من القرفه والقليل من جوز الطيب، ثم تقريبا ملعقتين عامرين من العسل. هنا كذلك ملعقه من ماء الزهر، وكذلك غادي نضيف القليل من روح اللوز، وغادي نضيف تقريبا ملعقتين حتى ل3 من الزبده اللي طيبتها حتى تحيد منها الحليب ديالها. غادي نخلط المكونات كاملين تندمجوا مع بعضياتهم، ونكونوا كنحصلوا على العجينه او على الخليط بهذه الطريقه. كذلك غادي نحتاج تقريبا نصف كيلو من العجين المورق، وغادي نستعملوه هنايا ملي تكونوا كتهزوا واحد العجين المورق. غادي تغطوا الاخر بزويف باش ما ينشف ليكم ويتقطع. هنايا كنسرحوا العجين المورق وكندهنوه بالزبده. كيف قلت لكم هنا الزبده ضروري تكونوا طيبتوها حتى تحيد منها الحليب. غادي ندهنوا القطعه كامله. هنا من الافضل تستعملوا زبده يعني جودتها زوينه، وكذلك حتى العسل اذا كان من الامكان عسل يكون عنده جوده زوينه من الافضل كذلك. اللي ما في الامكان ديالو راه كتصايبي العسل ديال الدار. هنا عندي دوك القطيبات ديال الشواء، جمعت واحد 3 غادي نحتاجهم باش نلوي العجين. ملي طويت الورق العجين المورق، انا عندي العجين المورق كبير شويه طويته على 2، غادي ندير العويدات كيف قلت لكم بهذه الطريقه اللي كتبين الصوره، ونطوي عليهم الورق. ومن بعد غادي نعمر بحشوه الكاوكاو وغادي نبرم عليها. العجين غادي نبرمو على نفسه حتى نحصل على بودان، وغادي نكمشو من الجنيبات. ولا تقدروا تخلوه بهذه الطريقه، يعني ما تحتاجوش تكمشوه ولا تكمشوه، كيعطي داك المنظر زوين. صافي غادي نمشي بهذه الطريقه حتى كنكمل العجين اللي عندي كامل. الطاوة عندي راه مدهونه بطبيعه الحال باش قليل من الزبده، وكنظمهم بهذه الطريقه حتى كنكمل القطع اللي عندي كاملين. من بعد كنقطعهم هنا الاحجام نتوما اللي بغيتو. انا قطعتهم كل بودان قطعته على مرتين. صافي ملي كنتسالي راه الفران عندي سخون، كنخليه على 170 درجه، وكندخل الطاوه ديالي حتى كطيب تقريبا واحد نصف ساعه ولا 20 دقيقه. كتقابليها حتى كتحمر، كتشعلي عليها من الفوق ومن التحت، وبطبيعه الحال كوني حدا الفران قابليها. ملي كطيب كنحصلوا على هذا الشكل الرائع ذهبي، اللون ديالها ذهبي. وملي كتكون سخونه كنكب عليها العسل. كيف قلت لكم من الافضل ديروا عسل يعني دا جوده عاليه طبيعي زوين. اللي ما في الامكان ديالو راه كتصايبي العسل ديال الدار، ولا كديري داك السيرو نص كميه العسل، كميه السكر عفوا مناسبه لكميه الماء، وكتخليهم يطيبوا كتسقيها بها. ولكن انا كنفضل تسقوها بالعسل، لان ملي كتسقوها بهذوك الشربات يعني كتجي مطلوقه كي بحال الا كانت شاربه الماء. وهذه الطريقه هكا راه كتجي معسله ومعلكه ورائعه. والمذاق تاع العسل بطبيعه الحال زوين. مذاق كاوكاو اللي نسمناه بنسمه اللوز كيجي حتى هو كيعطي فيه واحد المذاق رائع. نتمنىكم احبائي تجربوها وتستمتعوا بها مع وليداتكم في هذا رمضان. هنايا انا زينتها بالقليل من اللوز كونكاسي. بطبيعه الحال كتنظميها بالطريقه اللي بغيتي. ما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم بحول الله. الى اللقاء.